بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستنيين الميزانية الأسبوعية النهاردة. معلش بقى، هي ميزانية. بصوا أنا هقرب كده بس معلش عشان نونو قاعدة جنبي. اتعجلي تعليق إن هي بتقول عاوزة ميزانية 700 جنيه في الأسبوع، بس هي ما كتبت لي يعني 100 جنيه في اليوم. مش عارفة بقى هي عايزاه بالأسبوع ولا عايزاه باليوم. أنا عملت لك الاتنين. الفيديو النهاردة كويس جدا، بس ما تنسيش اللايك بقى كتير كتير كتير، وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا بالافكار اللي فيه. انا عارفة ان انتوا بتحبوا الافكار دي بتاعة الميزانيات، وعشان كده انا دايما بعملها اكتر من المشتريات. تعالوا مع بعض بس قبل ما ابتدي اسمي كده بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزه اعرفك بنفسي، انا اختك السيده حسن. عايزه اي ميزانيه، عايزه اي حاجه، اكتبي لي في التعليقات واسالي بقى اللي في القناه كلهم. الحمد لله برد عليه، مفيش ولا تعليق الا لما برد عليه. كمان القناه بتشمل بقى الميزانيات والتدبير والتوفير وازاي نحوش، بس بطريقه بصوا مش مصطنعة. اقسم بالله نفس اللي بعمله في بيتي بقوله لكم انا، ولا بصطنع تحويش ولا زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي فاتت. انا فعلية، يعني الحاجة اللي انا بعملها فعلية وموجودة معانا وكلنا، والاسعار بجيبها لكم يوم بيوم، لان لو في حاجة اتغيرت طبعا بلغي الميزانية واعمل على حسب الاسعار الجديدة. طبعا كل سنة وانتم طيبين، يا رب كده دايما تكونوا بصحة وبخير وبألف كده. ألف يعني أقول إيه، يعني أنا نفسي كل الحاجات الحلوة تبقى عندكم إن شاء الله بإذن الله، وتقدروا تحوشوا وتعملوا كل اللي نفسكم فيه. رمضان اهو على الأبواب، يلا بقى نستعد بالميزانيات، ونستعد بالصلاة، ونستعد بكل حاجة بكل حاجة كل حاجة. متجيبيش مشتريات جديد، طلعي الحاجات اللي عندك كده اغسليها ونضفيها، وهوريكم إن شاء الله بإذن الله أفكار جديدة لرمضان من غير ما تجيبي حاجة من بره ولا حاجة. الظروف على القد، واحنا عارفين ان كتب الترم التاني والله لسه بفكر فيها اهو هجيبها ازاي. تعالوا مع بعض بس، معلش طولت عليكم. بصوا يا حبايبي، انتي بتقوليلي ما عنديش كمان بطاقة تموين ولا عندي عيش ولا عندي اي حاجة. هحللك المشكلة. بصي يا حبيبتي، لو بتاخدي 700 جنيه كده مع بعض، اكتبي المنيو ده او اكتبي الميزانية دي في ورقة. اول يوم طبعا زي ما متعودين السبت الحد الاثنين التلات الاربع ايام الاسبوع. اول يوم طبعا بما ان الجو ساقع فهنجيب عدس اصفر. حبيب الشتاء. بيني وبينكم المحشي بقى والله غالي، اقسم بالله حتى المحشي اللي كنا بنعمله من غير فلوس دلوقتي بقى غالي. هنجيب عدس اصفر، وكمان تاني يوم هنعمل جناحات وملوخية، طبعا ب10 جنيه ملوخية وجناحات. الاتنين هنعمل صينية بطاطس، بس صينية بطاطس كتيرة، ونجيب ربع صدق نقطع حتت صغننة، مش نحطه كده عشان يعمل كده حبة كتار كده والعيال ياكلوا كده ويشبعوا. وطبعا انا هقولك على فكرة العيش والرز والحاجة كلها والخزين هتجيبيه ازاي دلوقتي. بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، عشان في ناس بتسألني بتقولي انتي مش بتردي ليه ومش بتنزل الفيديو وهي مش مفعلة الجرس، فالفيديو بينزل وما بيوصلهاش يعني. الاربع هنعمل عجة وبطاطس محمرة. الخميس ناجتس المصانع، وعندك على القناة انا عاملاها على القناة، ومكرونة. والجمعة كشري مصري وبيض. طيب لو انا باخد بقى 100 جنيه في اليوم، طبعا العدس الاصفر قولي 15 جنيه ربع العدس، و20 جنيه التحبيش بتاعته اللي هو الجزر واللي انت بتحطيه في، يعني ممكن يكون عندك اي خضار حطيه في العدس مش هيقول لا. يبقى 35 جنيه اليوم ده. هتجيبي جناحات، معلش كل واحد هياخد جناح فيكم، وشوية ملوخية. والله الشوربة احلى من الجناح، يعني الشوربة فيها نفس الفايدة. وشويه ملوخيه كده، ونغمس بالعيش، او عايزه تعملي رز وهقولك هتجيبي الرز دلوقتي ازاي. نو بعد اذنك بعد اذنك يا نو. طب بصي تعالي بقى كده عشان انتي مش هتسيبيني. انا عارفه العجه قلنا. انا اسفه معلش ماما طلعتني عن الموضوع. العجه والبطاطس المحمره قلنا هنجيب ب20 جنيه 4 بيضات، و5 جنيه طماطم، و5 جنيه الخضرة العجة، و10 جنيه بطاطس محمرة. كيلو ونص ب10 انا جايباهم، يبقى 40 جنيه.
ناجتس المصانع عندك موجود برضو، والكشري المصري برضو هتجيبي ناجتس المصانع 50 جنيه الناجتس اللي هي الربع، سوري ربع البانيه، وهتجيبي ب25 جنيه مكرونه، وب5 جنيه طماطم، وب10 جنيه بيض، وب5 جنيه بضايه، ادي كده 85 جنيه. الكشري المصري وبيض برضو هتجيبي 6 بيضات ب30 جنيه، 15 رز، 15 مكرونه، 15 عدس، 5 طماطم، يبقى كده 80 جنيه. يبقى دول هيعملوا معاكي 370 جنيه، والباقي بقى هنقسمهم على عيش. طيب انا بقى باخد 700 جنيه كده في ايدي كل اسبوع من جوز. طب هعمل ايه بقى؟ اول حاجه يا حبيبتي، انتي هتحطي الجدول ده قدامك، بس بقى مش هنحتاج الحاجات دي، هقولك هتشتري ايه. التموين الاسبوعي بتاعك هيبقى زي الاتي، يعني هتجيبي 2 كيلو رز. انا جبت المشتريات دي بناء على الحاجات اللي انا عاملاها فوق، خلاص؟ يعني اللي انا اشتريته ده بناء على اللي انا كاتباه فوق. 2 كيلو رز، 2 ازازة زيت، في ازازة زيت ب45 جميلة جدا هبقى اوريها لكم، وفي ب35 بس ال35 دي صغننة. 2 كيلو رز ب60، انا حاسبة الكيلو ب30، بس في كيلو ب25، يعني ممكن تخلي دي 50 بدل 60، خلاص؟ بس انا حسبته يعني على 30 لو انتي بتحبي الرز النضيف. هتجيبي 2 ازازة زيت ب100، هتجيبي 2 كيلو سكر ب60، طبعا عشان انا عارفة انتي ما عندكيش تموين. هتجيبي ربع عدس ب15 بناء على الاكل اللي فوق على فكرة، ربع عدس بجبة عشان نعمل الكشري ب15. 3 كيلو مكرونة عشان هنعمل كشري وممكن نعمل الناجتس، فانا عاملة حسابك عشان انا عارفة 6 افراد بسم الله ما شاء الله ممكن تاكلوا 3 كيلو مكرونة. 75 جنيه كيلو المكرونة. اشتري ساي. كيس الشاي ب10 جنيه، انا بجيبه الصغنن ده، حلو قوي بيقضي معايا اسبوع. لو انتوا بقى بتحبوا الشاي شوفي انتي هتجيبي بكام. البهارات 30 ب10 بقى ايه؟ بصي انا بجيب ب10 فلفل اسمر، وب10 كمون، وب5 كزبره، وب5 شطه. دي الحاجات اللي انا بستخدمها في البيت، ولا ليا دعوه باي بهارات، هم دول البهارات بتاعتي. وبسم الله ما شاء الله الاكل بيطلع جميل جدا جدا. في حاجات بحط لها كمون، وفي حاجات بحط لها فلفل اسود، مش كل حاجه بحط عليها، وفي حاجات بحط لها كزبره، وفي حاجات يعني كل حاجه ليها حاجه، خلاص؟ الاسماك من الحاجات اللي بتحب الكمون بس ما بتحبش الفلفل الاسود، انا بقى هقولك والطعم بيطلع زي الفل، خلاص؟ اللي برضو هقولك كده هعملك فيديو عن ايه الاساسيات او الحاجات اللي ممكن تعمليها للبنانيت اللي قالولي، البنانيت الصغننين اللي هم بقى ايه لسه متجوزين. يبقى كده هتجيبي ب365 جنيه الخزين بتاعك. طيب انا جبت الخزين اللي هو المكرونه، بس فاضل لي العيش، وجبت الرز، وجبت العدس، وجبت كل حاجه. طيب لسه بقى اللحوم يا سيده قولنا عليها. هقولك يا حبيبتي، طبعا انا كاتبه هنا ان احنا هنجيب جناحات، وهنجيب صدق، وهنجيب بانيه، وهنجيب بيض طبعا، لانك انت بقى ايه هتجيبي كل حاجتك، فمش هتبقي ان شاء الله باذن الله محتاجه اي حاجه، كل حاجه هتبقى عندك، حتى اوفر لك في الوقت والله. يعني انت هتبقى كل حاجه في التلاجة هتطلعي وتعملي. هنجيب ربع بانيه ب50 جنيه، كيلو جناحات ب50 جنيه، هو ب40 بس يعني انا بقول له حط ب50. 10 بيضات ب50 جنيه، احنا هنا 11 بيضه، مش عارفه عندكم 10 ولا لا. ربع صدق ب50 جنيه، وبتكلم عن الحاجات المجمد. طيب يبقى كده دول كده 150، وانا نسيت الصدق فحطيته، يبقى كده 200 جنيه. طيب انا كده 365 و200 كده 565. طيب في بقى 135 اللي فاضل. بصي بقى يا حبيبتي، عايزه تزودي في البهارات زودي، عايزه تجيبي سمنه جيبي، بس شوفي بقى انتي بتاكلي بعيش كام، يعني ممكن مثلا بتجيبي كام في اليوم، الله اعلم، انا انتي ما كتبتليش فانا مش عارفه. فال135 جنيه دول ممكن مثلا تجيبي ب50 جنيه عيش، 50 رغيف، ولا معرفش عندكم كام، الله اعلم. انا معرفش هنا الرغيف بكام بصراحة، لان انا معايا بطاقة تموين، مش عارفة بقى الحر بكام اللي هو العيش اللي انتوا بتشتروه. فمعاكي كده ان انتي ان شاء الله باذن الله تشتري العيش بتاعك. ودي اخر الميزانية، ويا رب تكون الميزانية عجبتكم، مش بحب اطول عليكم عشان الباقات واصحاب الباقات. يلا بينا بقى ان شاء الله باذن الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واي حد عايز ميزانية الله اكبر العيشة بيقدم. احبكم واشوفكم في فيديو جديد.